الانذار الثالث. ترجع الكره في مناطق النجم الرياضي الساحلي المخالفه دائما لطواف القفصه. قلت يطمح الفريق اليوم لتحقيق نتيجه ايجابيه للخروج مره اخرى من مؤخره الترتيب في المقابل النجم الرياضي الساحلي. وبعد ما احتد التنافس مع فرق الطليعه النادي الصفاقسي والترجي الرياضي، يعني اصبح غير مسموح له بالتعثر للمحافظه على تصدر ترتيب البطوله. واليوم يلعب كذلك من اجل تحقيق 3 نقاط كيف وكيف طواف القفصه، لانه اي نتيجه اخرى ربما تكلف خساره المرتبه الاولى. ترجع الكره لصالح النجم الرياضي الساحلي واللمسكيت تعود لصالح القوافل. برهان غنام يلعب مع ايوب تليل، ثم غازي شلوف. غازي شلوف يرجع لبرهان غنام، ثم اسامه الحسيني للجهه اليسار، ثم حمدي العابدي. شوفوا الصعوبات الكبيره اللي تعرض لها فريق القوافل عند الخروج بالكره. شوفوا صعود النجم الرياضي الساحلي والضغط وافتكاك الكره، ولكن الدفاع يدخل امام العكاشي. ترجع الكره من محمد كاي. برهان غنام الهجوم المعاكس يلعب كره في اتجاه فخر الدين قلبي، ويدخل زياد بوغطاس يرجع الكره لمحمد امين بن عمر.